عارفين اللحظه اللي الفلاش بيضرب فيها في مكان مهجور؟ في السن دي الضوء بس مش بينور المكان، ده بيفضح تاريخه. في صور جنائيه وصور لبيوت قديمه الفلاش فيها لقط تفاصيل جريمه او خيال لشخص كان واقف في المكان ده من 50 سنه. العلم بيقول ان الحيطان بتمتص الطاقه، والفلاش هو الوحيد اللي بيقدر يلقط الاثر الحراري اللي سابوه اصحاب المكان قبل ما يمشوا. الضوء ده بيخترق الزمن وبيطلع المستخبي اللي تحت التراب. الموضوع ده ملوش علاقه بالزمن، ده فيزياء ضوء. لما الفلاش بيضرب في مكان فيه رطوبه عاليه او تراب كتير، ذرات التراب بتعكس الضوء في العدسه مباشره، فلو في دخان او حشره هتبان في الصوره كانها كائن فضائي او روح. ده اللي بنسميه لينس فلير. لو كلامك صح، فسر لي ليه الفلاش بيضرب في اماكن معينه رغم ان الكاميرا مقفوله، وليه الصور اللي بتطلع بالفلاش في الاماكن دي بتكون محروقه كأن في مصدر ضوء تاني انفجر جوه الكادر. الحقيقه ان الفلاش بيعمل رصد ده ثانيه. في السن دي الحقيقه اللي كان عايز يخبيها المكان بتظهر غصب عنه. الكاميرا ما بتلقطش تراب، الكاميرا بتلقط بصمه وجع اللي سكنت الحيطان. بص للامانه، في حساسات كاميرا CMOS بتقدر تقرا بصمات ضوئيه لمواد كيميائيه كانت موجوده في المكان ده، زي الدم مثلا حتى لو اتمسك. بس اللي بيجنني كمصور لما اضرب فلاش والاقي في الصوره ظل الشخص كان واقف عكس اتجاه الضوء، ده مستحيل فيزيائيا، لان الظل لازم يكون ورا الجسم مش في وش الفلاش. في اللحظه دي الضوء مش بيكشف الحقيقه، الضوء بيبين ان في حد بينا مستني الفلاش يطفي. سلام.